اهلا بك شيخ عبد الله. لماذا دائما يطالب لربما او تقوم تهرع القيادات الدينيه الاسلاميه بتبرير ما يجري مباشره، يعني بعد هكذا احداث شيخ عبد الله؟ هو طبعا هذه أحداث مؤسفة، أحداث كلها إجرام ولا تمت إلى الإسلام ولا إلى أي دين من الأديان بصلة. الذين يرتكبون هذه الجرائم الخسيسة التي تقوم على الغدر وعلى الخسة وعلى قتل أناس آمنين، منهم أطفال ومنهم نساء ومنهم رجال مفكرون لا يملكون إلا أقلامهم وعقولهم التي تسطر ما فيه الخير للبشرية. الذي يستهدف أمثال هذه الفئات لا يمكن أن يكون من أتباع أي دين. دي جرائم خالصة لا تنبع من مفاهيم الأديان ولا حتى من تعاليم الإسلام. والإسلام بيحمل قدر كبير من أوزار هؤلاء المجرمين، لأنهم حينما يفعلون مثل هذه الجرائم يظهرون دائما تحت شعار إسلامي أو يرفعون راية إسلامية، فالإسلام دائما هو المظلوم من مثل هذه الهجمات البربرية. ولذلك العلماء الذين يعرفون حق الدين وواجبه يسارعون دائما إلى استنكار هذه الأمور وإبعادها عن الدين الإسلامي والوقوف بجانب المعتدى عليهم في إطار مبادئ الإسلام التي تدعو إلى المساواة وتدعو إلى المؤازرة وتدعو إلى التعاون على البر والتقوى. نحن كمسلمين نقف مع الشعب الفرنسي ومع دول العالم التي تهدد بمثل هذا الإرهاب الخسيس، نقف معها ندافع عن هذا الإرهاب، ندافع ضد هذا الإرهاب ونفضح فاعليه ونقول إنهم مجرمون لا يجوز أن يتعاطف معهم أحد ولا يجوز أن يعتبر بأفعالهم أحد، لأنهم لا ينصرون مبدأ وإنما ينتقمون لذواتهم وأنفسهم ومبادئهم الكريهة التي تضاد الإنسانية وتضاد الأديان وتضاد كافة القيم الإنسانية التي عرفها بنو الإنسان منذ أن خلق الله الدنيا وإلى أن تقوم الساعة. تمام. هل يوجد ميثاق عربي يقول كل ما قلته شيخ عبد الله؟ هو القرآن الكريم يا سيدي هو الميثاق الأكبر بالنسبة للمسلمين، والقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة تفضح هذه الأفعال، وإن كان هؤلاء المجرمون يلوون عنق النصوص القرآنية والأحاديث النبوية ويحرفونها لتوافق أهواءهم الإجرامية. الإسلام بريء براءة الذئب من دم ابن يعقوب من هذه الجرائم الخسيسة. النهاردة احتجزوا بعض الأبرياء في أحد المتاجر، والإسلام واضح الدلالة في أنه لا يجوز التطرس بالأطفال ولا يجوز التطرس بالنساء ولا يجوز التطرس بالأطفال الآمنين وبالرجال وبالنساء الذين يعيشون حياتهم معيشة آمنة هادئة مطمئنة. هؤلاء الناس لا يجوز أن يقربهم أحد بأذى لأنهم لا يحملون سلاحا ولا يفكرون في شر، وبالتالي حين تتربص بهم وتتخذ منهم غرضا من أجل الانتقام أو من أجل فرض آراء على حكومة أو على شعب، هذا عمل خسيس، عمل جبان. وأنا أدعو الدول الأوروبية أن تبادر إلى الوقوف والتعاون مع الدول العربية التي اكتوت بنار الإرهاب وخاصة مصر. الجميع يجب أن يتعاون على إزالة هذا الإرهاب. أنا هنا إنما سؤالي. إحنا نعم، هنا سؤالي شيخ عبد الله، يعني أنا أتفق معك بأن القرآن هو الميثاق الأكبر، يعني وهذا لا خلاف عليه، تسمح لي، ولكن هناك من يقول بأنه حتى في الغرب وسائل الإعلام الغربية إن كان هناك مقالا واحدا يبيض الإسلام لا يتم عرضه. أنا أتحدث عن ميثاق يجمع الدول العربية مدعوم دوليا، وهذا الميثاق لربما يحمل طريقة تغيير طريقة إيصال الخطاب الديني العربي الإسلامي إن صح التعبير. شيخ عبد الله، هذا ما أتحدث عنه، هل من نية لذلك؟ والله أنا معك في هذا النداء الإنساني والإسلامي الواضح والصريح. يجب أن يكون هناك ميثاق إسلامي أو ميثاق عربي إسلامي لمكافحة الإرهاب، ولكن كما تعلم مكافحة الإرهاب لا يمكن أن تتم على النحو الكامل من جبهة واحدة أو من طرف واحد، لأن الإرهاب يهدد البدن الإنساني والعالمي كله،
وبالتالي فمن الواجب أن يتفق الجميع بما فيهم الدول أوروبا وأمريكا وكافة الدول التي تبحث عن الأمن والأمان لأبنائها ولشعبها. الأمن لا يتبعض ولا يتجزأ، وبالتالي أنا مع هذه الفكرة، وأنا أرفع هذا النداء أن يكون هناك ميثاق إسلامي يحارب الإرهاب ويفضح هؤلاء الإرهابيين الذين يدثرون بدثار الإسلام ويرفعون شعاراته. لكن لا بد من التعاون الدولي، وأنا يجب على الدول الأوروبية وأمريكا أن تتعاون من أجل القضاء على الإرهاب. إنما يستغل الإرهاب بطريقة مشطرة ومجزأة، يؤيد في مكان ويهزم في مكان أو يفضح في مكان. هذا التجزئة الإرهاب يا سيدي لا يقبل التبعيض ولا التجزئة، والأمن الذي يهدده الإرهاب لا يقبل التبعيض ولا التجزئة. يجب أن يكون هناك تعاون عالمي. تمام. وسؤالي على الصعيد التنظيمي شيخ عبد الله، يعني ألا تعتقد وتتفق مع كثيرين يطالبون بضرورة توحيد الصوت الإسلامي فيما يتعلق بأي بيان يخرج في مثل هكذا حوادث، لا أن نسمعه من 100 جهة، يعني أن يكون هناك مؤسسة دينية واحدة تسند إليها هذه المهمة شيخ عبد الله، وأن لا يكون هناك تباين في كافة لربما ما يصدر عن القيادات الدينية حتى في الدول التي تشهد هذا النوع من الأحداث؟ نعم، هذا حق. والأزهر الشريف هو المؤسسة الإسلامية العلمية العالمية الأمينة على كلمة الإسلام، والتي ليس لها غرض إلا نشر مبادئ الإسلام ونشر مبادئ الأمن والأمان على مستوى العالم. الأزهر هو مرآة الإسلام الحقيقية، وهو مرآة المبادئ التي يقوم عليها الإسلام بطريقة محايدة متجردة، تدعو إلى الأمن وتدعو إلى الاستقرار وتدعو إلى السلام، وتفضح أصحاب المآرب الذين يريدون أن ينهبوا خيرات الشعوب، الذين يعتبرون من الأدوات في يد الدول الطامعة في ثروات الأمة الإسلامية وثروات الأمة العربية. الأزهر هو الجهة الوحيدة، وكثير من الجهات التي تصدر بيانات ضد الإرهاب هي صاحبة شهادات مجروحة. هم متهمون، هم يقولون كلاما وينقضونه، يقولون ما لا يفعلون، هم يؤيدون الإرهاب، ومع ذلك فهم يصدرون بيانات تدين الإرهاب. الأزهر الشريف هو الجهة الإسلامية الوحيدة يا سيدي التي يجب أن يلوذ العالم بكنفها وأن يستمعوا لكلمته. ونحن من واقع شرف انتسابنا لهذه المؤسسة الإسلامية العلمية العريقة نفضح هذا الإجرام ونفضح هؤلاء المجرمين، ونقول إن ما فعلوه لا يمت إلى الإسلام بصلة. والذين يقولون آراء توافق رأي الأزهر الشريف فأهلا بهم وسهلا، أما الذين يقولون بيانات ويصدرون بيانات تناقض ما يقوله الأزهر الشريف فهم وهؤلاء الإرهابيين في خندق سواء. وبالتالي يجب أن يعلم العالم هذا البيان. شيخ عبد الله، أود أن أشكرك، أنا تسمح لي، شكرا جزيلا لك الشيخ عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر. أود أن أذكر مرة جديدة بأن هذه الصور التي نشاهدها الآن هي لمكان واحد في شرق باريس تحديدا من زاويتين مختلفتين.